الرغبة هي الفيديلة الحقيقية اللي بتخليك فاكر إنك حي. دلوقتي فاهم معنى ده عند سبينوزا، مش إن كل رغبة فيديلة، لكن الرغبة غير المفحوصة. الرغبة اللي مش فاهم أسبابها، الرغبة اللي بتملكك بدل ما تخدمك، دي هي الرذيلة اللي بتخلق وهم الحياة وهي بتفضيك من جوه. انت متحمس، متحرك طول الوقت، بتحس بقوة، وده يديك إحساس إنك عايش. لكن لو الحركة دي مش طالعة من طبيعتك العميقة، ولو مش رايحة في اتجاه انت مختاره بجد، ولو الانفعالات الشديدة دي بتقللك بدل ما تكبرك، يبقى دي حياة زائفة. حركة العروسة اللي متخيلة إن الشد في كل اتجاه اسمه رأس. الحياة الحقيقية، الحياة وفق كوناتوسك، اهدى على السطح، لكنها أعمق بما لا يقاس. مش محتاجة إثارة مستمرة علشان تثبت إنها موجودة، مش بتدور طول الوقت على التحفيز التالي، بتلاقي فرحها في التعبير عن طبيعتها، في تنمية قدراتها، في اتصال أصيل بما يزيد قدرتها فعلا. الإنسان اللي عايش وفق كوناتوسه ممكن يبقى أقل استعراضاً في عين الناس، أقل مشتريات مثيرة، أقل دراما عاطفية، أقل سباق محموم، لكن من جوه بيعيش فرح وامتلاء. العبد بتاع الرغبات السلبية عمره ما يدوقهم، لأنه مشغول يجري ورا الحاجة اللي بعدها قبل ما يقف ويدوق أي حاجة بصدق. سبينوزا بيقدم لك طريق صعب لكنه ممكن. افحص رغباتك، اسأل جاية منين، امشي ورا سلسلة الأسباب قد ما تقدر، ابقى صادقاً بلا رحمة مع نفسك في إيه اللي بيحركك بجد، وبعدها فرق بين اللي بيزيدك وبين اللي بينقصك. ازرع الرغبات اللي طالعة من طبيعتك العميقة واللي بتزيد قدرتك على الوجود والفعل، واعترف بالرغبات السلبية على حقيقتها، ردود أفعال لأسباب خارجية. ومع الوقت ومع زيادة الفهم تأثيرها عليك هيقل، مش بسرعة. سبينوزا نفسه بيقول إن كل الأشياء الممتازة نادرة وصعبة، لكن ده الطريق الوحيد للي يسميه الغبطة، فرح عميق جاي من فهم واضح لمكانك في الطبيعة ومن التعبير الكامل لجوهرك. وفي السياق ده مهم نفهم إن رؤية سبينوزا عن الرغبة والحالة الإنسانية هي منظور فلسفي ضمن منظورات تانية، مش حقيقة مطلقة فوق التاريخ، لكنها اقتراح فكري من سياق القرن ال17. سبينوزا كفيلسوف عقلاني بيفضل رؤية حتمية للوجود الإنساني، وقد تبدو متعارضة مع تقاليد فلسفية أو روحية أو دينية تدي مكانة أكبر للاختيار الحر أو للنعمة أو للتجاوز. الهدف هنا مش إقناعك تسيب معتقداتك سواء كانت روحية أو دينية أو فلسفية، بل تقديم إطار تفكير يحرك عندك النقد والتأمل. سبينوزا نفسه مع إنه تعرض للحرمان من جماعته الدينية وقتها بسبب أفكار اعتبروها هرطقة، ما كانش هدفه يهدم إيمان الناس قد ما كان بيحاول يقترح فهماً عقلانياً للواقع